السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في اخر ديال سنه 2025 وغادي نهضروا فيه على المستجدات ديال 2026 اللي غادي تطبق او القوانين اللي غادي تطبق في اسبانيا في بدايات ديال 2026. فكاينه مجموعه من الاشياء والقوانين اللي غادي تطبق، من بينها هو يعني فيما يخص يعني التحويلات البنكيه وبيزوم، فغادي تصبح يعني كل شيء مراقب. ما نتخلعوش، ولكن صراحه كل شيء غادي يصبح مراقب حتى بيزوم. يعني كان شحال هادي الناس كيديروا التحويلات بيزوم، حتى دابا بيزوم اصبح مراقب. يعني البنكه ديالك فغادي تعطي جميع التفاصيل لاسيندا. هذا من جهه. وحتى التحويلات اللي كيمشيو للمغرب بالنسبه للمهاجرين المغاربه او لا جميع المهاجرين، يعني حتى التحويلات اللي كيمشيو للبلدان الاصليه فحتى هي غادي تولي مراقبه. هي كانت مراقبه شحال هادي، ولكن كانت يعني مراقبه لي مونطون اللي هما كبار، ولكن دابا حتى 50 اورو حتى 100 اورو حتى 200 اورو. بالنسبه للتحويلات اللي كتمشي للعائله فخاصك يعني ملي دير شي تحويل للمغرب او لا شي تحويل صديق او لا شي حاجه، خاصك تسبيسيفيكي، يعني توري في هذاك التحويل راه كيكونوا كيدايرين يعني زعما علاش باغي دير هذا التحويل هذا، فخاصك دير السبب علاش. يعني خاص لاسيندا تعرف الشاده والفاده في الكوينطه ديالك. فهذا يعني مستجد جديد كان شحال هادي، ولكن دابا يعني غادي يطبق كما كنقولوا 100%، وحتى على التحويلات الصغيره. هذا فيما يخص بيزوم والتحويلات البنكيه. كاينين يعني ناس هنا في اليوتيوب اللي تيخلعوا الناس، لا هذه لا اللي كيصيفط لوالديه ممكن يصيفط لوالديه فقط غادي يجيستيفي فين كتمشي هذيك 100 اورو ولا 200 ولا 300 مثلا الوالدين او الاولاد، فهنا ما غاديش يتحاسب عليها. ولكن الى زادت يعني المونطون وما عندكش تفسير عليها فيعني خاصك تخلص عليها الضريبه. حاجه اخرى تزادت في 2026 هي زياده ديال انغريسو مينيموم فيتال. يعني بدايه من يناير 2026 فالانغريسو مينيموم فيتال في اسبانيا غادي تزاد فيها 11%. كنظن ان شي ناس غادي يوصلوا حتى ل 2000 اورو في الشهر. ف الله يسهل عليهم. فيعني الناس اللي ما كيكونوش خدامين بعض المرات كتصدق لهم وكيدفعوا الايوده، كتصدق لهم حسن من داك اللي خدام، لانه داك اللي خدام فراه هو اللي تيخلص على داك اللي ما خدامش، وممكن ان داك اللي خدام ما يوصلش لهذاك المونطون ديال 2000 اورو. وهنا من اللي عنده الوليدات وداك الشيء فيقدر يوصل لها بصحتهم وراحهم. هذا بصحتهم وراحتهم. هذا كذلك يعني قانون اللي غادي يطبق في صادقت عليه الحكومه وغادي يطبق في 2026 فبراير يناير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يناير 2026. كذلك بالنسبه للسيارات، بالنسبه للسيارات فغادي يدخل حيز التنفيذ هذيك القضيه ديال سميتو ديال الامبان. فضروري ما تاخذوا هذيك اللي بحال دايره بحال ديال البوليس. غادي نحط لكم تصويرتها هنايا. فولات يعني ضروريه حتى هي غادي تبدل في واحد، يعني في شهر 1 2026، والغرامه 200 اورو. يعني اللي ما دايرهاش فاللي شاد الطريق ضروري يشريها. غادي نحط لكم كما قلت تصويرتها هنايا. كذلك قانون اخر يعني اللي غادي يبدا حيز التطبيق اللي هو زوين ماشي بحال هادشي ديال السيارات وديال هو الانغريسو مينيموم فيتال وديال التحويلات البنكيه، هو ديال كاسا كورينتاي سيتي او لا كاسا 47 اللي يعني بغى عليها بزاف ديال التفاصيل. كاين فيديو قبل من هذا الفيديو هذا كنهضروا عليها، وغادي نحط لكم ان شاء الله كذلك فيديو مفصل على كيفاش تدفع لهاد الكاسه 47. شنو هي كاسه 47 بالنسبه اللي اول غادي يشوف معنا القناه ويشوف هذا الفيديو؟ كاسه 47 هي الباخينه، هي الامبريسا ديال الدوله ديال ديور للكراء. يعني خاصتهم الدوله وغادي تخستيونيهم الدوله، يعني اللي هما يعني براطم وداك الشيء الكرا اللي غادي يكونوا في جميع انحاء اسبانيا. وراها طلقات حاليا صراحه. انا دخلت لقيت يعني الباخينه مطلوقه، ولكن كاين غير فالنسيا ويمكن كاستيون، وحتى فالنسيا يعني ما كاينش كاع لي بويبلو هذا. فكاينين شي 67 دار في فالنسيا، ما كاينش شي مونطون شي عدد كتير. ولكن من الايام غادي تاكtualiza الباخينه، واكيد غادي يظهروا ديور جداد وكذلك يعني في نص العام وداك الشيء، لانهم كاينين ديور في طور الانشاء. حاجه عاوتاني وحده اخرى خاصكم تحضروا منها راسكم يعني في بدايه ديال 2026 اللي هي صحاب التروتينات. صحاب التروتينات ولا كل واحد كيفاش تيقول ليهم،
فضروري من الكاسك، وكذلك غادي يبدا السكورو. فبحثوا على هاد القضيه. حاجه اخرى زوينه غادي تبدا في 2026 هي يعني بالنسبه للاطفال اللي اقل من 16 سنه، فغادي يبداو ياخذوا اسطا ديال 100 اورو ديال يعني تيعاونوهم على النظارات بالنسبه اللي ناقص لهم الشوف. ويعني ملي غادي تمشي عند صحاب النظارات فغادي يعني ما غاديش تخلص حتى غادي ينقصوا عليك حتى 100 اورو اللي مخلصاها الدوله عليه. هذه من جهه اخرى بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الجنسيه، الناس اللي باغيين يدفعوا الجنسيه اولا الناس بالاحرى اللي باغيين يدوزوا امتحان ديال الجنسيه خصوصا ديال ديلي ادوس. فالديلي ادوس فيه تغييرات، فردوا البال يعني بالنسبه اللي باغيين يدوزوا امتحان ديال الجنسيه فكيتسمى ديلي ادوس. بالنسبه الناس كيعرفوا هذا الديلي ادوس المونطون ديالو تزاد، فدابا حاليا كيدير 138 اورو، يعني غيبدا يدير 138 اورو في 2026. في 2025 داكشي كان اقل. كذلك عدد الدورات يعني الفيتشات اللي غادي يكون فيهم الامتحان فولاو اقل، غادي يبداو من شهر 1 وغادي يحبسوا في شهر 5 حتى ما عرفتش يعني المعلومه بالضبط، ولكن يعني غادي يحبسوا ما غاديش يكون على طول العام، خصوصا يعني في العطل مثلا شهر 7 وهذا ما غاديش يكونوا. فيعني اللي باغي يدوز ديلي ادوس فمن الاحسن يشد يعني تسجل على 9. هذا يعني درت لكم الريزومي وحاولت نهضر لكم بدون تفاصيل، واللي عنده شي استفسار مرحبا بكم في لي كومونتير، وكذلك في لي باج ديالي سواء فيسبوك او لا انستغرام او لا تيك توك. كنتمنى اللي يستافد من هذا الفيديو يدير واحد لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. وكذلك اللي مازال ما مشترك في القناه فمرحبا بكم في قناه حسنه سينكو، ديروا الاشتراك فين ما غادي تكون شي حاجه يعني مهمه فيما يخص يعني اسبانيا والمهاجرين ديال اسبانيا والقوانين في اسبانيا، او كل ما يخص المهاجر المغربي او غير المغربي في اسبانيا. السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.